وبالتالي بدات كل حاجه سوبر رائع، سوبر جميل، مفيش احلى من كده سوبر. طب محمد الشناوي ضرب اللاعب من غير كوره، طب محمد الشريف يستحق طرد، طب ده علي جبر يستحق الانذار الثاني، طب علي معلول اسمه ضرب اللاعب من بدون كوره، فتحول ضرب اللاعب بدون كوره. ايه الروح دي يا علوه؟ ايه يا معلول؟ ايه الروح الجميله دي؟ وبدا الكل يداري على الخناقه، لدرجه ان رئيس اتحاد الكوره قال لك مفيش حد اتحول للجنه الانضباط. وهي على ارض الواقع يا جماعه مفيش حد اتحول. ده اوديكم كمان للاقوى. كان ليه حديث سابق كده مع مسؤول، قلت له ازاي انتوا بتعينوا مراقبين المباريات؟ ده في مراقب مباريات اهلاوي جدا 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 متعصب يعني، ووقف امام عاشور قبل كده وجاب لعيبه وكشاف للاهلي وعمره ما كتب تقرير في النادي الاهلي. فقال لي ما احنا بنحاول نبعده عن الزمالك. يعني ايه تبعدوه عن الزمالك وبتخلوه يجي يراقب الاهلي وهو اهلاوي؟ يعني عمره ما هيكتب حاجه ضد الاهلي كده. فافاجئ ان من كان يراقب مباراه السوبر في الامارات هو المراقب الاهلاوي اهلاوي المتعصب. فتخيلوا يقول لك الحاج عامر حسين يقول لك ايه، احنا منتظرين مراقب المباراه هيقول ايه او حكم المباراه هيكتب ايه. طب اذا كان حكم المباراه نفسه في المباراه نفسها واللاين مان بتاعه مساعد الحكم بتاعه هاني عبد الفتاح الرايه اتشالت من ايده وكان بيحوش في الخناقه، وعلي معلول جه واتضرب اللاعب قدام هاني عبد الفتاح، ومحمد الشناوي جه ضرب اللاعب بركبته وهو واقع على الارض قدام عين هاني عبد الفتاح، ومحدش عمل حاجه، لدرجه ان الفار نفسه لم يتدخل. فابتدت تطلع بقى اشاعات، واحد يقول لك الفار مش شغال، واحد يقول لك الفار شغال، واحد يقول لك الفار ما كانش مفعل، والتاني يرد يقول لك الفار مفعل، واحد يقول لك احنا سالنا هناك قالوا لنا ده الفار كان شغال. وكل ده يودينا لحاجه، هل كان هناك حالات تستحق تدخل الفار ولا مفيش؟ كان هناك حالات تستحق تدخل الفار. علي جبر، مروان عطيه، محمد شريف، محمد الشناوي، علي معلول، كل دي حالات ضربه الجزاء اللي احتسبت الاولانيه بتاعت كهربا اللي فيها شك كبير ان كهربا لبس اللاعب، طب هو تلامس ما تلامسش، وقع بعديها. ناس قالت كلاتنبرج حبيب الاهلاويه قال لك مش ضربه جزاء ورد عليه جمال الشريف قال لك ضربه جزاء، الثانيه مش ضربه جزاء برضه، وكلاتنبرج قال برضه مش ضربه جزاء بتاع حسين الشحات. ناس قال لك يستحق الشناوي الطرد. والغريبه والعجيبه ان الشناوي اللي ضرب احمد حكم بدون كره والدنيا قامت عليه وقالت ده تصرف غير لائق وغير مقبول، كل الناس بتداري دلوقتي على محمد الشناوي، معلق، مخرج، منظومه، اتحاد كوره، مراقب مباراه، حكام، فار، كل اعلاميين، كله بيداري، كله عامل نفسه مش من هنا خالص. يعني كأن هذا الفعل لم يحدث خالص. ما حدش يجيب سيرتها يا جماعه، ما حدش يتكلم فيها، وكأنه توجه. ليه؟ ما تعرفش. لكن هذا اللاعب هيبدأ توقيع العقوبه عليه في الدوري من المباراه القادمه اللي هو محمد الشناوي، على اللطف يقف. فمحمد الشناوي لم بخبراته باللي حصل له ما اتعلمش، ده راح تاني يعمل كده.